السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل المفتقة أو الحلبة المطبوخة. مكوناتها إيه؟ هعمل أنا المكونات بتاعها على أساس كيلو عسل. عندي هنا كيلو عسل أسمر، وعندي نص كوباية حوايج المفتقة اللي هي الحلبة أو القرطاس من عند العطار، وعندي نص كوباية سمسم، نص كوباية سوداني، ربع كوباية زيت، معلقة كبيرة هرمية دقيق. هنشوف على النار دلوقتي الطريقة هعملها ازاي. جبت الحلة اللي انا هعمل فيها، ولعت النار وبحط الربع كوباية زيت. في ناس بتحط نص كوباية وناس بتحط كوباية، طبعا علشان الاقتصاد نعمة، وانا عامة ما بحبش الدهون الكتير، فانا هحط ربع كوباية بس. انزل بمعلقة الدقيق الهرمية، تاخد لها تشويحتين مش تشويحة واحدة، 2. انزل بالحوايج اللي هي القرطاس من عند العطار، اللي هي عبارة عن نص كوباية وتاخد تشويحتين. بعد كده بنزل بالسمسم والسوداني المحمص، ياخد تشويحتين. بعد كده بنزل بالعسل، وده ابسط طريقة لعمل المفتقة. واقلب طبعا كده بالمضرب السلك لان فيه دقيق، ولاقيه كويس اهوت، جميل جدا لحد ما يستوي وياخد غلوتين، وهنشوف هيبقى ازاي. بدأت تغلي اهيت، تاخد لها غلوتين، دقيقتين 3 كده، واطفي عليها ونشوف هنفرخها ازاي. نزلت المفتقة من على النار بالشكل ده، وهي المقادير مظبوطة. انا اشوفها كأنها سايبة كده، ولكن لا، منها سخنة، لما تبرد بتتماسك وتبقى كويسة. انا مش بعمل مهلبية، هي تتمسك وتبقى كويسة ان شاء الله. بجيب الاطباق وببدأ اغرفها في الاطباق. ودي طريقتي في عمل المفتقة، الطريقة المبسطة جدا، دهون قليلة، المواد المتداخلة فيها جميلة جدا ومفيدة. طبعا المفتقة جميلة محببة للصغار وللكبار اللي بيحبوا المسكر، واحنا في فصل الشتاء اللي نفطر بيها او نتعشى بيها وتدينا طاقة. وطبعا الحلبة اللي هي داخلة فيها المكونات القرطاس ديت مفيدة جدا للإنسان. يا ريت تجربوها، طريقة مبسطة جدا وجميلة. وكده أكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.